السلام عليكم ورحمة الله. احنا جماعة ساكنين هون ومقيمين هون، شاكرين حلف المواطنة، وشاكرين مرابط الوزير المرابط والبناهي على الإنجاز اللي عدل لنا إن شاء الله. جابوا لنا قرادير وكنا فاصلين فيه، وعدلوا لنا كان فاصل في التعداد، وعدلوا لنا. جزاهم الله خير، جزاهم الله خير، جزاهم الله خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المتكلم مصطفى الأحمد، رئيس كتلة الوحدة والإخاء بحزب المواطنة. باسم الكتلة نقدم كامل الشكر لحزب المواطنة برئاسة الوزير المرابط والبناهي على هذا العمل الجبار للأسر. والله أسر كانت عايشة في طريق الهنوبة، طالبها كحل استفاد منه، وجزا الله خير الحزب. قام قدر من المبادرات لخدمة المواطنين وخدمة التنمية في المنطقة، واستفادت من هذه الأسرة. والله عائلة صنبفال صنبفال هنا كيف أسرة معروفة، كانوا يأخذوها وأرضهم والهنوبة قالوا يستفادوا منها فيها. طريقها كان مدقدق قرايب الأثاوهم. وجزا الله خير الحلف على هذه اللفتة الكريمة برئاسة الوزير المرابط والبناهي وولاه وحدها، معها قدر من الخدمات الأخرى اللي مست المواطنين. ما هي المراد اللي تعدل فوق وتوخوته. هذه خدمة مباشرة بحيث ما أنا من نفسي المتكلم مستفيد منها. ألا فرحت بها أنها مستفاد منها أخوتي. ما عندي الأرض ما هي لي ولا أخباري منها شيء غير عادت لي واستفدت منها، بما أن مستفاد منها أخوتي الأسرة اللي لي تحت تقريبا وتستفاد منها. وهذا معمين على جميع الكتل في أعضاء الحزب، وحتى من خارج الحزب قال أي مواطن قد يخدمه والله قد استفاد من خدمات وشافوا أنها ضرورية بالنسبة له. عندهم شيء قاعد يستفاد منه في نفس الوقت. عندهم قايمين بحمل القلقوات، قايمين بحمل السقاية، جعل أراضهم أي مواطن من الطبقة اللي ضعيفة